مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. الفراغ الفراغ مش دايما وقت فاضي. الفراغ ساعات بيبقى فراغ داخلي، وجع صامت محدش بيشوفه. الفراغ أوقات بيبقى شعور إنك تصحى تنام تعمل كل حاجة، بس جواك سكون تقيل. الفراغ الحقيقي مش إن يومك مفهوش حاجة، الفراغ الحقيقي إن قلبك مفهوش معنى. تعدي الأيام وتتحرك بس جواك سكون مريب، تبقى بتعمل كل اللي مفروض عليك بس حاسس إنك مش في مكانك، وكأنك بتتفرج على نفسك من بعيد، بس الروح مش بتتحرك وراك. الفراغ بيجي دايما بعد خسارة، بعد صدمة، أو بعد لهفة راحت، وساعات بيجي وانت وسط الناس وتكتشف انك مشغول بكل حاجة إلا نفسك. في فراغ بيعدي جواك بس بتكون وسط الناس حاسس انك مش موجود، وتنسى سبب، تضحك الضحكة وتنسى انت، تنسى نفسك، تشتغل بكل اللي حاجة حواليك وتنسى تشوف نفسك. في نوع من الفراغ بيخليك تحس انك تايه، مش علشان مفيش حاجة تعملها، بس عشان مفيش حاجة بتحسسك انك عايش بجد. خليني اقول لكم قصة محمود، بعت لنا حكايته على رسائل الصفحة. محمود اتخرج اشتغل، وكان بيصحى الصبح يروح شغله ويرجع آخر اليوم يفتح الموبايل لحد ما ينام. بس كان حاسس إن الأيام ما فيهاش حاجة، بتعدي من غير أما بتسيب أي أثر جواه. مش مبسوط ومش حزين، بس في حاجة ناقصة. وفي يوم كتب على صفحته: حاسس إن حياتي شغالة بس روحي على وضع الانتظار. الكومنتات كتير، بس اللي فعلا فرق معاه كان واحد كاتب له كومنت أثر فيه. قال له إيه؟ الفراغ مش لازم تملاه ساعات، بيحتاج مش شغل ولا إنك تروح وتيجي، بس محتاج إنك تسمع نفسك وتشوف أنت عايز إيه. قرر من اليوم ده إنه يتعرف على نفسه. الفراغ مش عيب ومش علامة فشل، بس سكوتك عنه ممكن يخليه حفرة تكبر جواك. الفراغ يعلمنا ان احنا محتاجين ايه ومين وليه. حاسس اننا ما بقيناش احنا. ساعات الفراغ هو الاشارة انك محتاج تملى نفسك مش وقتك. الفراغ مش دايما محتاج صوت، ساعات محتاج حضن داخلي، محتاج تبص لنفسك من غير احكام وتسألها: انتي محتاجة ايه؟ مش المفروض اعمل ايه، انتي حابة ايه؟ ايه اللي بيرجع لك الحياة تاني من جديد؟ الفراغ ساعات مش وحش، ده تنبيه انك محتاج ترجع لنفسك، ترجع تعيش مش بس تتحرك. طب يا ترى ايه سبب شعورنا بالفراغ؟ اول حاجة بيبقى الروتين اليومي من غير معنى، فقدان الشغف او الحلم. كلنا معتمدين دايما اللي احنا بنقضي اليوم كله على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتلهينا بس ما بتملاش روحنا. انك تفضل تأجل كل حاجة بتحبها لحد ما بتنساها. انك تكون بتدي كتير بس مش سايب حاجة ليك. انك تبقى عامل كل اللي لازم بس ناسي اللي انت نفسك فيه. انك مشيت سنين في طريق الناس رسموه ليك بس نسيت تسأل: هو انا كنت عايزه فعلا؟ الصدمات اللي خدت منك حتة وسابت فراغ مكانها ومشيت. يا ترى الفراغ ممكن يسيب تأثير سلبي علينا وعلى حياتنا؟ في الحقيقة لأنه ليه سلبيات كتير، منها الإحساس المستمر بالضياع أو الفتور، الاكتئاب الصامت اللي بيكبر جواك وما بيتحسش بيه، الاعتماد على أي حاجة حتى لو حاجة تافهة عشان تملى الفراغ مؤقتا لو حتى كانت مؤذية ليك، التعلق السريع بأي شخص لمجرد إنه كسر الصمت أو إحساس الفراغ. تبدأ تحس إنك متبلد، لا بتفرح ولا فرح يفرحك ولا حزن بيوجعك. تحاول تملى الفراغ بأي حاجة، ناس، أكل، سوشيال ميديا، بس الفراغ النفسي
مش بيتسد من بره. طيب ايه الحل؟ اول حاجة اعترف بوجوده وما تخافش منه. الفراغ مش عيب ولا خلل، هو مرحلة فيها انتباه. كمان اعمل مساحة حقيقية لنفسك، مش بس تهرب. اسأل نفسك أنا بعمل إيه عشان أعيش مش أعدي. ابدأ تحب نفسك من غير أداء. حبها وانت ساكت، وانت مش منجز، وانت مكسل. إنك تستاهل الحب من غير شروط. مارس حاجة بتحبها ولو بسيطة، زي القراءة، مشي، رسم، خياطة، حتى لو لعبة. المهم تحس إنك بتخلق حاجة من إيدك. حط روتين جديد فيه نفس ليك، حاجة صغيرة لنفسك وسط زحمة اليوم. ربع ساعة فيها قهوة بصمت، ورقة تكتب فيها خواطرك، أي حاجة تريح نفسيتك. اعرف إنك بتدور على إيه. أوقات الفراغ بيبقى مجرد غطا لشعور تاني، افتحه وشوف تحته إيه. اسأل نفسك أسئلة بجد. إيه الحاجة اللي لما بعملها بحس إني عايش؟ مين الشخص اللي لما بتكلم معاه بحس براحة؟ إيه اللي نفسي أعمله وسايبه على جنب؟ خد خطوات حتى لو بطيئة بس فيها حياة. حاجة بسيطة بس من قلبك، زرعة، لوحة، مزيكا، حتى فسحة مع نفسك. قوي علاقتك بربنا. في لحظات الفراغ الروحي، القرب من ربنا بيرجع لنا لحالتنا الحقيقية والطبيعية. كأنك بتحكي مع ربنا سبحانه وتعالى بصوت واطي. قل له أنا حاسس بفراغ يا رب، بس مش عارف أملاه. املاني أنت باللي شايفه لصالحي، وخليني أمشي على الطريق الصح. قولولي، يا ترى مريتوا بفترة فراغ؟ وإزاي حسيتوا بيها؟ وإيه أول خطوة عملتوها علشان تخرجوا منها؟ خلي في قلبك حبة طبطبة، وما تخافش من الفراغ. اسمعه وافهمه وابدأ تملاه بحاجات شبهك. الحياة مش سباق، واللي جواك مش لازم يبقى مليان طول الوقت. يكفي يكون صادق، وما تسيبش الفراغ يكبر فيك بصمت. اسمع نفسك، ارجع لجواك واملى الفراغ مش بحاجات فيها حياة. خليك مجرد انك تعيش وتتنفس. انا رشا علي، ودي كانت طبطبتنا للنهاردة. اشوفكم في حلقة جديدة في برنامجكم حب طبطبة.